في نوع من العلاقات بيبقى عامل زي الموج، يوم قرب وحب ودفى، واليوم اللي بعده شد وسكوت وبعد. تخيلوا مثلا هي قاعدة مستنية رسالة منه، الساعة بتعدي وهو مردش، ودماغها تبدأ تولد أسئلة: هو فين؟ يمكن مش فارقة معاه، فتقرر تبعت له: انت فين؟ هو يفتح الموبايل يشوف الرسالة ويقول في نفسه: هو أنا مش من حقي أقعد مع صحابي من غير ما حد يزن عليا كل شوية؟ فيرد بكلمة واحدة: مشغول. هي تحس إن قلبها وقع وتبدأ تبعت رسايل ورا بعض. هو لما يشوفها يحس إنه مخنوق ويبعد أكتر. أوقات تانية ممكن يحصل العكس، هو يحب يقضي وقت معاها كتير ويطلب يشوفها كل يوم، لكن هي تقول له: أنا محتاجة وقت لنفسي. هو على طول يترجم ده إنها مش عايزاه، أو يمكن بتحب حد تاني، فيدخل في دوامة شك. لكن الحقيقة إنها بتحبه، بس مش بتعرف تستحمل القرب الشديد طول الوقت. وفي مواقف تانية تلاقيه بعد خناقة صغيرة يقرر يقفل تليفونه ويختفي، وهي تفضل مستنية طول الليل ومشغولة بأفكار سودة: هو بطل يحبني؟ ولا يمكن أنا زنانة؟ أول ما يفتح الموبايل ويلاقي منها 20 رسالة يحس إنها خانقاه أكتر، فيقرر يبعد أكتر. السيناريو ده بيتكرر من غير ما الاتنين يفهموا إن اللي بيحصل ده مش نية سيئة، دي ببساطة كلاش بين واحد قلق محتاج طمأنينة طول الوقت، وواحد تجنبي بيخاف من الضغط والقرب الزيادة. القلق كل ما يقرب أكتر التجنبي يبعد أكتر، وكل ما التجنبي يبعد القلق يجري وراه زيادة. النتيجة إيه؟ علاقة شكلها دايما شد وجذب، لكن لما نفهم إن دي أنماط تعلق ساعتها النظرة بتتغير. القلق مش شخص محتاج زيادة عن اللزوم زي ما الناس بتفتكره، هو مش محتاج رسائل طول اليوم، ولا محتاج اتصال كل ساعة، ولا محتاج الشريك يسيب شغله أو صحابه عشان يفضل معاه، ولا حتى تبريرات على كل تصرف صغير. هو بس محتاج إحساس ثابت بالأمان، كلمة قصيرة، رسالة بسيطة، أو إشارة إنك موجود ومهتم. والتجنبي مش شخص بارد أو قاسي، هو محتاج مساحته عشان يعرف يدي حب براحة. ولو كل واحد فيهم بدأ يشرح احتياجاته ببساطة كل حاجة ممكن تبقى أسهل. زي ما التجنبي يقول: أنا محتاج أفضي دماغي ساعتين وبعدها هكلمك، أو القلق يقول: كلمة صغيرة منك بتفرق معايا. جملة بسيطة زي أنا قاعد مع صحابي وهكلمك بعدين ممكن تغير يوم كامل عند القلق. والعكس، لمسة طمأنة عند غير ضغط ممكن تخلي التجنبي يحس إنه عنده مساحة يدي حب براحة. العلاقة بين القلق والتجنبي مش سهلة، بس مش مستحيلة. لو الاتنين عندهم وعي، الاختلاف ده ممكن يبقى مصدر قوة. القلق يدي عمق ودفى، والتجنبي يدي هدوء واستقلال. وساعتها بدل ما يعيشوا في دوامة شد وجذب يلاقوا نقطة توازن تخلي العلاقة أهدى وأعمق. طب إزاي يتعاملوا مع بعض؟ القلق محتاج يتعلم يطلب الطمأنينة من غير ضغط، يقول مثلا: كلمة صغيرة منك بتفرق معايا. والتجنبي محتاج يتعلم يدي إشارات بسيطة للأمان، يقول مثلا: أنا مشغول ساعتين بس هرجع أكلمك. لو الاتنين اتفقوا على لغة طمأنة بينهم، جملة، كلمة، أو حتى إيموجي، هيسهلوا على نفسهم كتير ويقللوا من الخناق. اكتبولي في الكومنت أنهي موقف حسيت إنه بيحصل معاك، وما تنساش تعمل سبسكرايب عشان الفيديو اللي جاي هختار من الكومنتس وأجاوب عليه.